واش عمرك سولتي راسك علاش ديما كتبدا الحاجه وما كتكملهاش؟ ماشي مره، ماشي جوج، بزاف ديال المرات. ديما كيجيك هذاك الحماس في الاول، كتنوض كتبدا شي حاجه ومن بعد كتحبس، وهذا السيناريو عاودتيه ما هي مره ما هي جوج. اليوم غادي نعطيك 4 ديال الاسباب حقيقيه اللي كيخليوك ديما كتبدا وكتحبس، وهذا الشيء اللي غادي نقول لك في هذا الفيديو هذه هو حقيقه اللي للاسف بزاف ديال الناس كيبغيو يتهربوا منها. وغادي ندوزو مباشره لاول سبب، واللي هو الهدف ديالك ما واضحش. غتلقى راسك ديما كتقول بغيت ننجح، بغيت حياتي تولي منظمه، بغيت نبدل حياتي، بغيت بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي شنو كيعني بالنسبه لك نتايا؟ شنو كيعني مثلا بالنسبه لك بغيتي تنظم حياتك؟ شنو هو النظام بالنسبه لك؟ ولا شنو كيعني انك بغيتي تبدل حياتك؟ ولا شنو كيعني انك بغيتي تنجح؟ شنو هو النجاح بالنسبه لك؟ كنقول لك هاد الهضره حيت دماغك ما كيتفاعلش ولا ما كيخدمش مع شي حاجه اللي غامضه. الا ما قلتيش ليه بالضبط شنو انت بغيتي وشرحتيه ليه مزيان، فراك غتبدا ولكن من بعد غتحبس، حيت غتحس براسك مضر، حيت نقطه الوصول ديالك ولا نقطه النهايه ديالك ما بيناش، ما واضحاش، ما معروفاش. بحال شي واحد اللي باغي يشد الطريق ولكن ما عارفش راسو فين غادي، ما عارفش راسو فين بغى يوصل. راه غيبدا غادي يشد الطريق وغادي يتمشى، ولكن واحد الوقت غادي يوقف، حيت هو اصلا ما عارف راسو فين غادي، ما عندوش وجهه. فراه حتى دماغك حتى هو داير بحال هكاك. الا ما وضحتيش ليه شنو هو النجاح اللي كدوي عليه ولا شنو هو النظام اللي كدوي عليه، فراه عمرك غادي توصل فين بغيتي. غتبقى ديما كتبدا وما كتكملش، حيت الوجهه ديالك انت ولا فين بغيتي توصل ما واضحاش، ما معروفاش. ثاني سبب، كتبغي دير بزاف ديال الحوايج في مره واحده، كتحاول انك دير كل شيء في مره واحده. فمثلا كتقول غدا غنفيق ولا الاثنين الجاي غنفيق، غنبدا نتريني، غادي نبدا نقرا كتوبه، غادي نلونسي شي بروجي، غادي نحيد التليفون، غادي نعس بكري. ولكن شنو كيوقع؟ كدير هادشي النهار الاول، الثاني، الثالث كاع، ولكن من بعد كتلقى راسك عييتي وما قادرش تكمل بنفس الريتم، وكتصدق حابس كل شيء، واللي هي مساله عاديه حيت الانرجي ديالك والوقت ديالك راهم محدودين. وهذا الشيء اللي كيخليك مستحيل انك دير بزاف ديال الحوايج في مره واحده. دير في بالك باللي النجاح عمرو كيجي مره واحده، بالعكس كيبدا يتبنى بشويه بشويه. والناس اللي كيكملوا وكينجحوا ماشي هما اللي كيديروا بزاف ديال الحوايج في مره واحده، بالعكس هما اللي كيديروا حاجه واحده ولا جوج وكيبقاو يعاودوا فيهم كل نهار. ثالث سبب واخطر سبب، كتخاف من الفشل. كتخاف من الفشل ولكن ما واعيش به، وهنا فين كاينه الخطوره. وانا غادي نقول لك فين كيبان هذا الخوف. عرفتي ديك اللحظه فاش كتكون باغي دير شي حاجه ولكن كيبدا يجيك ديك الاحساس ديال ما فيكش اللي ديرها، وكتبدا تحس راسك عيان وكتبقى تاجل، كتقول خلي حتى المره اخرى ونوض نبداها. الوغ كنت في ديك اللحظه راك جالس مسالي راسك ما كدير حتى شي حاجه، وما مريض معيان ما تابعك والو. فراه تم دماغك كيكون كيخلق لك اعذار باش انك ما ديرش ديك الحاجه، حيت كيخاف انك ديرها وتفشل فيها. وهذا الاحساس ديال الفشل هو كيجي ثقيل، ودماغك هنا راه ما كيديرش هادشي باش يخرج عليك، بالعكس هو كيدير هادشي باش يحميك من داك الاحساس. ولكن في الحقيقه داك الاحساس ديال بديت واحد الحاجه وما كملتهاش خيب بزاف وكيضر بزاف اكثر من الاحساس ديال فاش كتقول حاولت درت اللي عليا ولكن ما نجحتش ولا ما كتبتش. رابع سبب، كتمل فاش كيجيك صعيب. في الاول كلشي كيبان لك ساهل، كتكون موتيفي، الانرجي موجوده، ولكن غير داك الشيء كيبدا يصعب واحد شويه كتبدا تقلب على السبه باش تحبس. وهذا الشيء راجع انك في حياتك ولا في لي زيكسبيريونس ديالك من صغرك حتى لدابا ولفتي انك تربط الصعوبه بالتوقف. يعني فين ما بانت لك الامور بدات كتصعب كتبدا تقلب على السبه باش تحبس وتهرب. يقدر دابا شي واحد فيكم يقول لي لا انا راني ما كنهربش وهاد الهضره ما كايناش، ولكن هادشي راك كديرو بلا ما ترد البال، حيت كيف قلت لك هادشي كبر معاك، هادشي نتيجه ديال التجارب اللي دوزتي من صغرك حتى لدابا. والدليل هو انك دابا غير الا فكرتي مع راسك غتلقى شحال من حاجه بديتيها في حياتك ولكن واحد الوقت بديتي كتقلب على الاعذار باش تحبسها. واغلب الناس اللي واصلين واللي ناجحين كتكون عندهم علاقه مختلفه مع الصعوبه، هما كيشوفوها كعلامه على انهم غاديين في الطريق الصحيح، وهذا الشيء كيزيد يحفزهم باش انهم ما يحبسوش. دونك النجاح ماشي هو غير تبدا، النجاح هو انك تكمل فاش داكشي اللي كتكون خدام عليه كيبدا كيصعب، حيت راه اي واحد كيقدر يبدا ولكن راه ماشي كلشي كيقدر يكمل. المهم كخلاصه لداكشي كامل اللي قلنا، الا بغيتي تبقى تكمل داكشي اللي كتبداه فراه غادي خصك 4 ديال الحوايج. وضح الهدف ديالك وعرف بالضبط شنو باغي، ركز على حاجه وحده، تقبل ان الفشل هو جزء من الطريق وكمل حتى فاش ما تكونش عندك الرغبه. وما تنساش باللي حياتك راه عمرها غادي تبدل في نهار واحد، ولكن تقدر تبدل الا بديتي وما حبستيش. المهم هذا ما كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، انسبيراتكم ولا استفدتوا منها شي حاجه. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.